هذا هو الفارق الجوهري بين مذهب الفلاسفة وبين قول الأشاعرة خصوصا يعني أو أهل السنة عموما. عين هذا الإشكال موجود في كتاب الفتوحات المكية، وعين هذه الدعوة ذكره ابن عربي، إلا أنه أخطأ في بيان مذهب الأشاعرة هنا. طيب نأخذ واحد ثاني. آدم تفضل. السلام عليكم سيدي. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال سيدي بالنسبة ما ذكرتم عن مسألة أو مفهوم القدرة أنه مختلف عند الأشاعرة والفلاسفة. فسؤالي عن وذكرتم أن يعني هذا يرجع إلى مفهوم الإرادة. يعني أن الله عند الفلاسفة معلول أو علة للعالم، وأن عند الأشاعرة الله مريد. فسؤالي ما الفرق بين ما يقول الأشاعرة، لأن الذي قرأناه هو أن الأشاعرة يقولون أن الإرادة هي ضرورية، يعني حتى تعلقات الإرادة ضرورية. فإن كان الأمر كذلك فأليس هذا عين قول الفلاسفة؟ هذا سؤال ذكي، بعرفش أنت مخترعه من عندك ولا غشه من بعض الناس. بس هذا سؤال جميل جدا. الأشاعرة لا يقولون إن تعلق الإرادة هو تعلق ضروري، بالعكس هذا منافي للإرادة أصلا، منافي لكونها إرادية. التعلقات، حتى التعلقات اختيارية، حتى لو كانت التعلقات قديمة، هي تعلقات قديمة أزلية ومرادة. واضح؟ ليست ضرورية، ليست ضرورية. بدليل أنه الأشاعرة يقولون أنه لو أراد الله سبحانه وتعالى في أزله أن لا يحدث هذا العالم لكان. لا شيء يوجب عليه أن يوجد هذا العالم، ولا شيء يوجب عليه أن يفنيهم أو يبعثهم أو لا شيء. لكنه الذي حصل أنه أراد هذا النمط من العالم فأوجده، وهذا إن شاء الله سيتم مناقشته مع الإمام الغزالي في أحد المباحث في هذا المبحث، وهو كون الشيء واجب الوجود لتعلق علم الله به، أو واجب الوجود لتعلق إرادة الله به. هل هو معناه أنه هذا ضروري؟ لا، ليس ضروريا. فهناك فارق كبير جدا جدا بين قول الفلاسفة الذين أصلا لا يقولون بالإرادة، أصلا لا يقولون بالإرادة، وبين الأشاعرة الذين يقولون بالإرادة. يعني كثير منهم يقولون إرادة نسبة تعلقها قديم، وبعضهم يقول يمكن أن تكون تعلق الإرادة حادثة، لكنهم كلهم اتفقوا على أن التعلق هذا هو إرادي، ليس حتميا، اختياري. يعني الله سبحانه وتعالى لو أراد أن لا يفعله لحصل. هذا هو الفارق الجوهري بين مذهب الفلاسفة وبين قول الأشاعرة خصوصا يعني أو أهل السنة عموما. بعض الناس، أنا وجدت هذا السؤال عشان هيك حكيت لك، يعني أنت أخذته من غيرك أو اخترعته. إذا كنت مخترعه بتكون ذكي، وإذا كنت وجدته من غيرك بتكون مطلع. فكلاهما حسنة لك. لكن عين هذا الإشكال لو سمحتم لي، لا أريد أن أفصل أيضا، عين هذا الإشكال موجود في كتاب الفتوحات المكية. شايف؟ وعين هذه الدعوة أنه لا فرق بين الأشعرية وبين الفيلسوف، عينها بالضبط ذكره ابن عربي، وقال لا فرق إذا بين الأشعري اللي طول عمره بيقاتل في الفيلسوف، طلعوا مع بعض حبايب. شايف كيف؟ لكن ابن عربي مع أنه ختم الأولياء ويدعي أنه يأخذ ويستمد من المعدن الذي يتلقى منه الأنبياء مباشرة، إلا أنه أخطأ في بيان مذهب الأشاعرة هنا، بل لفق ذكر مذهب الأشاعرة لأن له مقصدا من دعوى اتفاق الأشعري والفيلسوف، لأن هذا يمهد له ما يقرره من وحدة الوجود. قصص كبيرة طبعا. فأنا أشكرك على هذا السؤال، وإن شاء الله سنتكلم كثيرا عن ابن عربي، لكن يعني يظهر لكم فعلا أنه الإلمام بمذهب ابن عربي مهم جدا، مهم جدا يا مشايخ.
لن تتصوروا مدى أهميته إلا يعني كل ما عرفتوا تفريعات من قوله ستدهشون إنه فعلا ابن عربي يتكلم هيك. إحنا كل معرفتنا هكذا لسان حال كثير من الناس، إنه نحن الذي نعرف أنه ابن عربي عابد ناسك كتب كتاب الوصايا اللي هو من أحسن كتبه، ويعني لا أعرف أحدا انتقد عليه شيء في كتاب الوصايا لأنه كله روايات وقصص وأحاديث وهكذا. لكن ابن عربي له مذهب طويل عريض مفصل في كل مسألة في أصول الدين، في كل مسألة في التصوف، في كل تقريبا في مسائل كثيرة في الفقه أيضا، في الفقه وفي الأصول الدين وفي التصوف وفي التفسير. وكثير من الناس يعني كثير من الناس يعتقدون بآرائه، فإحنا من حقنا إنه نعيد الكلام على ابن عربي. هي هذا الأخ أنا ليش بحكي له هل أنت اخترعته أم قرأته من بعض الكتب؟ على الجهتين هذا مدح له، يعني أنا لا الأخ آدم أنت رائع، لكن سواء اخترعت هذا الكلام، لا، اختراعك له مبني على تصور مش صحيح، أو قرأته من ابن عربي، فابن عربي ما قرره هناك في الفتوحات أيضا غلط، مبني على جهل، شوفت كيف؟ أو تلبيس مقصود، شوفت كيف؟ تلبيس مقصود، لأنه واحد زي ابن عربي يستحيل أن يجهل هذه الكلمة البسيطة اللي أنا حكيتها، إنه تعلق الإرادة أيضا ليس قطعيا وليس يعني حتميا. أنا لا أريد أن أقول الآن لماذا ابن عربي يسحب الأشاعرة سحبا ويجرهم جرا إلى إنه التعلق ضروري، لا أريد. لكن لو تم له هذا لكان هذا أحد أدلة مذهب ابن عربي. واضح كيف المسألة؟ وزي ما قلنا لكم علم التوحيد فيه قصص كثيرة أخرى، قصص كثيرة ويعني كثير من الطلاب العلم يسعدون إذا يعني سمعوها ويفرحون، لأنها فعلا تمس مطلوبهم وموضوعهم اللي يبحثوا فيه. لكن ما أقل الناس الذين يتكلمون فيها، شايف؟ ما أقل الناس. وأنا أتمنى إنه العلماء فعلا والباحثين يتشجعوا ويحكوا فيها مثل هذا الأخ الفاضل، أخذا ونقدا وطرحا وحتى لو اعتقادا، ما في عندي مشكلة، لكن ما تضلها منكرة كأنه ليس هناك شيء قاله ابن عربي إلا كل ما فيه زهد وعبادة وتقوى وصلاح، تمام؟ وإنه كل الذي يقال عن ابن عربي هو عبارة عن افتراء، هذا التصور الخرافي الذي يعني صيغ بطريقة أو بأخرى وكتب له أن يستقر في أذهان كثير من الناس. فربنا يكثر من أمثالك.